يلعبها لفامبو. هذه كره كانت فيها اتجاهات، في اتجاه دفاع فريق الرجاء الرياضي. كان بعد اول لاعب ليما مابيدي، ولكن بعد الكره الاخيره كره اماميه مشات في الشيء اليمنى لفريق الجيش الملكي لياسر الحداد، ما تمكنش من هذه الكره. محاوله من سعد بالمعلم، عرضيه، فرصه عسكريه، جول حمزه الخابا يحرك الجماهير العسكريه في المدرجات بهدف ياتي في حدود دقيقه 39. خوان كارلوس كاردو يقول لهم معليش، يجب ان نتدارك الموقف، يستغل الخطا. ولاحظوا معي الخطا اللي ارتكب في الجهه اليمنى. سنتابع الاعاده، سنتابع اخطاء فادحه من دفاع فريق الرجاء. غادي نشوف معي اللي لعبه واسماعيل بالمعلم المره الاولى ولا الثانيه، ومن المتابعه تغيب. وحمزه خابا حرا طريقا يستغل الفرصه ويسكنها في الشباك. فريق الرجاء الرياضي معلن تسجيل الهدف الاول في حدود دقيقه 39. هدف سيغير اشياء كثيره في هذه المباراه فيما تبقى من معطيات الجوله الاولى وكذلك الجوله الثانيه، بعد ما كان اداء رتيب مع ما نقولش بدايه هذه المباراه، لكن الى حدود اللحظات الاخيره هدف يبقى ونقطه الضوء في هذه الجوله الاولى. هدف لفائده فريق الجيش الملكي من توقيع حمزه خابلان. سنتابع ردة فعل فريق الرجاء الرياضي وفي المقابل كيف سيتعامل مع هذا الهدف المسجل فريق الجيش الملكي. كره نشويه، فرصه راسيه، جول محسن ياشر، الجوليادور يرد سريعا على فريق الجيش الملكي. ولاحظوا مع ردة فعل الوس فيرير كارلوس بعدما سعد كثيرا بالهدف اللي كان سجله حمزه خابا. دقيقة بعد ذلك محسن ياشر بخطأ فادح كذلك على مستوى دفاع الجيش الملكي يسجل هدف. مشات من بوطيب والخطأ لفريق الجيش الملكي. إذا تلعب كرة أمامية وسط الميدان، تحضير بشكل جيد، خط الوسط لماما بيدي، مشات لياسي، فرصة نشوفوا المحاولة التمرير مننا، تمشي لياشور، الجوليادور في الجهة اليسرى، ياشور يمر لنا احنا نحبها على التسديد، سدد ارتيو، جول الاسمراني نناح بعد الاسمراني محسن ياشر، ياتي هدف الاسمراني نناح، يباغت الحارس محمد امين البركادي بتسديده لا تصد ولا ترد، تستقر في الجهه اليمنى من شباك الحارس محمد امين البركادي وتمنح هدف الثاني. اصبحت هدفين مقابل واحد. لاحظوا مع العمل اللي قام به نناح، شوف هو اللي افتكى واللي عطاه لفائده ياشور عمليه تمويه من جديد لنناح، اختار التسديد من بعيد، هذه لمسات وهذه اهداف. ويمنى نحلان يريد ان يقدم اشياء كثيره لفريق الرجاء هذه بعد الالتحاق بالكتيبه الخضراء. الهدف اليوم سيعني اشياء كثيره لو يحقق فريق الرجاء هذا الانتصار. خوان كارلوس كاريدو سعاده كبيره لا توصف مع الصفر من خلال اللقطه الاخيره كما هو الشان بالنسبه لانصار فريق الرجاء هذه، فيما الوس فيرير كارلوس يقول لهم الاسباني الاخر